بسبب عدم وجود الكهرباء والغاز بقلعة الحصن، بسبب الحصار اللي صاير على الحصن، وممنوع أي شيء يدخل من الغاز والكهرباء مقطوعة منه. فالأهالي اعتمدوا على اخترعوا بابور يدوي. هو على الشكل التالي رح اشرح لكم الطريقة. بنجيب بوارق بلاستيك عادية ونسقها مثل على الشكل هذا مشان البور الثاني يركب هيك. وعندنا هون تنقة عادية وبنسقبها الثقب هذا على الطرف مشان هلا هيك بكون راكب على النار الجهة مشان يدخل الهواء من هون، ومن هون بتطلع النار. وهلا رح نشوف كيف بدنا نحط انشارة خشب هون ونرصها مزبوط مشان تطلع معنا اكتر، وبعدين بنصبها طبقة طين. وهلا رح نشوف معنا سوا كيف الطريقة. حطينا الطين، هو الطين برم الارض تراب ومي، طين عادي. بنضل نعبيهم، وهاي اللي انشرة تحته هون. بدنا نسكره، يعني سماكة شي 3 سم 4 سم بس نسكر مشان الانشارة تضل بقلبه من تحت والرصة مزبوط. وبس تنشاف الطين بنشيل البويرة بطريقة دائرية، بنفكون البوري هذا وهذا البوري. وهلا مثل ما شايفين بعد ما كانت صارت جاهزة، هيش النار شغالة. هذا هو البابور اليدوي. هون بنشغل النار، ليك النار كيف شغالة، بيدخل الهواء من هون وبيطلع النار من هون.